وهؤلاء الطائفيين هم الذين يرتبطون بأجندات طائفية خارجية كما قلت لك، هي تحريض سعودي قطري. السنة شركاء في الحكم، وليس لديهم هذا الشعور الذي يتحدثون عنه الإرهابيين من السنة أو غير السنة من الشيعة. ليست هناك مشكلة سنية شيعية، والسنة موجودين في الدولة، لا توجد أي مشكلة في قضية وجود السنة في إدارة الدولة. إنما يوجد بعض السنة مثل الإرهابي حارث الضاري وتنظيمات القاعدة يريدون أن يكون الحكم سنيا فقط وليس مشتركا مع الآخرين. هذه مشكلتهم، ولذلك يذهبون إلى الاتحاد الأوروبي ويذهبون إلى الإعلام ويقولون السنة مظلومين. بالحقيقة السنة شركاء أساسيين ومواقع متقدمة على